السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ماكلة الدرويد عزيزة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا حلقة اليوم. ان شاء الله اليوم غادي نقدم معكم هاد الكيك اللي كتجي رائعة في المذاق، زوينة بزاف بزاف بزاف، فنتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. فكتجي غزالة بزاف، خفيفة وكتذوب في الفم، بالمكسرات وبالبيبي شوكولا، كتجي غزاله بزاف، غتعجبكم وتعجب وليداتكم. فما تنساوناش بلايك الفيديو، فضلا وليس امرا. الناس اللي كيشاهدوا القناه اول مره ما تنساوش بالاشتراك وتضغط على الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله تعالى. فما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. فغادي ناخذ الكاس ديال الخلاط، غادي نوضع فيه 4 ديال البيضات، يعني كنحاول بالبيضه فاش هكا الا كانت عندي شي بيضه اللي فاسده فكنحيدها. فاش ما تخصصش ليا الباقي د البيض فكنضيف على السكر، كنضيف عليه السكر ثاني كاس ونص. كنضيف كذلك كاس ديال الزيت، كنضيف 2 ديال الساشي ديال الفاني، يعني كل ساشي فيها 7 أو 8 غرام. كنضيف 2 ديال لي ساشي. كنضيف كذلك كأس ديال الحليب، القليل من الملح، وكنخلط هاد المكونات في الخلاط مزيان مزيان. من بعد كنضيفهم في واحد البول اولا واحد الاناء. كنضيف عليهم هنايا الدقيق، عندي هنا 2 الكيسان ونص، يعني تقريبا 250 غرام ديال الدقيق. هنا بالنسبه لي درت الدقيق ديال الفرينه، ممكن ديروا دقيق الفورص اولا الدقيق الابيض اولا دقيق الفرينه. فبالدقيق ديال الفرينه حتى هي كتجي غزاله بزاف بزاف، كتجي خفيفه وزوينه بزاف. كنضيف كذلك 2 ديال الخمارات، كنخلطو في الاخير. كنضيف واحد ياغورت، اي نكهه بغيتو، الفاني ولا الموز اللي بغيتو كنضيفو حتى الاخير. من بعد كناخذ واحد تقريبا نص زلافه كبيره ديال المكسرات اي نوع، يعني انا درت هنايا الجوز يعني الكركاع، درت اللوز، ودرت كذلك العنب المجفف، ودرت البيبي شوكولا البيضاء والكحله. فخلطتهم على هذا الشكل هذا. درت شويه ديال الدقيق هكا باش ما يطيحش ليا هاد المكونات، هاد المكسرات يطيحوا ليا في الكيك لتحت، يعني ما يطيب كيبقى في الوسط ديال الكيك، كيف غادي تلاحظوا معايا بعد ما نخرجها من الفرن. هاد لاستيوس هادي زوينه بزاف، يعني ضروري كديروا الدقيق مع المكسرات هكا باش ما كينزلش لكم في القاع ديال المول. من بعد في الاخير كنضيف معلقه ديال الخل وكنخلط هكا، يعني كنخلط هكا خفيف. ومن بعد كنوضعها في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وضعته في المجمد لمده ديال تقريبا 10 دقائق هكا باش ما كتلصقش ليا الكيك. يعني حتى هاد الطريقه هذه زوينه بزاف، جربتها والنتيجه زوينه الصراحه، ما كتخليش الكيك يلصق. صافي كنوضعها في المول وكندخلها الفرن اللي على 180 درجه، شاعل غير من التحت حتى كيسخن بزاف. بعد ملي كطيب ليا وكنحس بها طابت من الجناب كنشعل عليها من الفوق، وهذه هي النتيجه ديالها. بعد ما خرجتها من الفرن كتكون خفيفه، كيك اللي كتجي رائعه بزاف بزاف. كتقدروا تزينوها اولا تخليوها غير هكا. فانا ما زينتهاش صراحه، عجبتني بهذه الطريقه هذه. صافي انا قطعت معكم هنايا واحد المورسو باش كتشوفوها كيف كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف، وحتى دوك المكسرات كيبقاو في الوسط ديال الكيك. وهكا علاش قلت لكم يعني ضروري كديروا القليل من الدقيق مع المكسرات بعد ما كتضيفوهم على الخليط ديال الكيك. كتجي على هاد النتيجه هذه، كتجي كيك اللي رائعه زوينه بزاف بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله، تعجب وليداتكم. فالمذاق كتجي زوينه، يعني بلا ما نشكر لكم بزاف. فكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق. وشكرا على التعليق الرائع اللي كتخليو ليا تحت اي فيديو حطيت. فشكرا على التشجيع، شكرا على لي لايك، شكرا على اي حاجه زوينه كتقولوها في حقي. شكرا بزاف بزاف. فوصلنا لنهايه الحلقه، نتمنى يا ربي تعجبكم وتطبقوها. فكتجي زوينه بزاف، غادي تنفعكم للضياف هكا، كتجي زوينه وكتحمر الوجه بكل صراحه. فخليت لكم الراحه. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.